الليلة حنعمل الكنافة البلدية أو كنافة بارة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ما تتخيلوا كيف. طبعا الكنافة دي مربوطة عندنا كلنا بالأفراح والمناسبات السعيدة والأعراس. أنا كنت قايلة الموضوع صعب شديد، لكن ما تتخيلوا وصفة سهلة كيف. أول حاجة القاعدة الأساسية إنه لكل كوب دقيق كوب وربع موية، معلقة كبيرة نشا، رشة ملح، ومعلقة صغيرة زيت. بس بعد ذاك ممكن تضافوا المقادير على حسب الكمية انتوا دايرينها. انا استخدمت لها مقدار واحد، هخلطهم كويس بخلاط الكهرباء، بالمضرب الكهربائي، بالمضرب اليدوي، على كيفكم. المهم في النهاية انه انا اصفيها كويس عشان ما يكون في اي تكتلات. بعدين هاخدها هنا في تحت الصوص دي، واشكل بيها الكنافة على صاج سخن، وشكلها بالشكل العشوائي ده. اول ما تحمر كده بالجنبات بعدين برفعها. طبعا هي اصلا عندها كوز مخصص للكنافة، لكن ما عندنا فبنتصرف يعني. بعدين الحشوة عبارة عن فول سوداني وبلح مقطع صغير وجوز هند ومعلقة كبيرة عسل. هقفل كده بالجنبات واخد الحشوة والفها اللفة دي واخلص كل الكميات، وبعدين على نار ساخن هنزل الكنافة اول ما تحمر بالجنبات، بعدين اقلبها الجهة التانية. وبس اول ما تبرد كده اقوم هاخد عليها شيرة باردة. ما تتخيلوا بسيطة كيف وسهلة كيف وحلوة كيف. بالعافية عليكم.